السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير يا شباب. بالنسبة لموضوع الأقليات في سوريا، كل أقلية في إلى 2 أو 3 أو 4 أو 5 عم يتحدثوا باسم الأقليات وناسين إنه هذا الشعب بلاد الفقراء. يعني بالعموم حتى في كل الأقليات دائما وفي كل الدول أولاد الضباط متخبين وناس الضباط متخبين والضباط متخبين، والأقليات وأولاد الفقراء بيدفعوا الثمن. خلينا نحكي ببساطة، يعني 14 سنة من الحرب والقتل والدمار ما شبعنا دم؟ عموم سوريا ما شبعنا دم؟ ما بدنا ندخل بالفرعيات. ما شبعنا دم يعني؟ ممتاز. الأقليات اللي موجودة عندنا بسوريا بالعموم يعني أغلبهم مثل ما حكينا 2 أو 3 أو 4 أو 5 بيحكوا باسم كل أقلية. الله وكيلكم يا جماعة، وخلينا نحكيها بالتم المليان. والله العظيم هذول هالناس اللي عم تحكي بهذا بدها مناصب بس. الموضوع بدهم مناصب، ما بيهمهم لا مين مات لا مين قتل لا مين اندبح، ما بيهمهم. هاي الناس بدها مناصب بس. الله وكيلك، مع العلماني علماني، ومع الليبرالي ليبرالي، ومع الرأسمالي رأسمالي، ومع الاشتراكي اشتراكي، ما دام هو بالقيادة وبالزعامة. ومع الإسلامي بصير أبو ذر الغفاري. استحقاقات والعملية يعني بدها شوية وعي من المجتمع السوري كله. بدها شوية وعي. بكفينا دم، شبعنا دم، شبعنا دم، شبعنا مآسي، شبعنا بكا، شبعنا أرامل، شبعنا أطفال ميتمي، شبعنا جهل. وبعدين يعني نحن كسوريين ايمت بنصير واعيين؟ شو رايكم نصير مثل ليبيا؟ شو رايكم نصير مثل السودان نذبح بعضنا؟ يعني نتنياهو راح يدافع عن الدروز؟ والله كذب، والله كذب. بيعطيك سلاح، ايه والله بينزل لك سلاح بالطيران. بالنتيجة السلام عليكم. بتمنى هالفيديو يوصل لكل سوري.